السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معلومة في كبسولة. حلقة النهاردة هي الحلقة رقم 97 من البرنامج. معكم دكتور محمد بسيس، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن حقنة المفاصل أو الحقنة اللي بيتم حقنها في المفصل عشان نتخلص من الألم والالتهابات اللي بتحصل في المفاصل، وخاصة مفصل الركبة، واللي بتحمينا من خشونة مفصل الركبة لفترة طويلة. في سنة 1934 الكيميائي الألماني كارل ماير عزل جزيء موجود في العديد من خلايا الجسم أطلق عليه اسم هيالورونيك اسيد او حمض الهيالورونيك. كارل لما اشتغل على الماده دي لقاها بتعمل حاجتين: بتزود تكاثر الخلايا وبتحافظ على لزوجتها. وتم تطوير اول منتج طبي حيوي من الماده دي اللي هي الهيالورونيك اسيد في السبعينيات من القرن الماضي، وتم استخدامها في جراحات العيون. ماده الهيالورونيك هي ماده موجوده بشكل طبيعي في جسمنا في الغضاريف وفي السائل الزلالي المحيط بالمفاصل وفي الجلد وفي السائل الزجاجي الموجود في العين. وحمض الهيالورونيك ده هو ماده ليها قدره كبيره على امتصاص السوائل، عشان كده بتقدر تحافظ على مرونه الانسجه وعلى ليونتها. في الوقت الحالي ماده الهيالورونيك ديت ليها استخدامات مشهوره جدا، واشهرها 3 حاجات: تستخدم في قطرات جفاف العين، تستخدم في ملء التجاعيد في الوجه، واكتر استخدام موجود في الوقت الحالي للهيالورونيك اسيد هي حقن اللي بيتم اعطائها او حقنها مباشره في المفصل عشان توفر لزوجه ومرونه، وبتعالج التهابات والام المفاصل. الحقنه اللي معانا النهارده هي حقنه الكيورافيسك، والحقنه دي طبعا الماده الفعاله الاساسيه فيها هي ماده الهيالورونيك اسيد اللي اتكلمنا عنها. حاليا بيتم تصنيع ماده الهيالورونيك في المختبر بواسطه عمليه تسمى التخمر البكتيري، والبكتيريا اللي بيتم استخدامها في العمليه دي هي بكتيريا عندها القدره ان هي تنتج كميات كبيره من ماده الهيالورونيك، والبكتيريا دي اسمها ستريبتوكوكس زوبيديكيماس زوبيديميكاس. واسمها رخم شويه بصراحه، هكتبه لكم على الشاشه. اسمها ستريبتوكوكس زوبيديميكاس. انا قسمتها ل3 نقاط عشان اعرف انطق اسمها. المهم يعني ان البكتيريا دي عندها قدره كبيره جدا ان هي تنتج كميات كبيره من ماده الهيالورونيك في فتره زمنيه بسيطه. طبعا في العاده الناس اللي عندهم خشونه في مفصل الركبه بيبقى عندهم تركيز الماده اللي هي الهيالورونيك اسيد ديت قليله، وبالتالي بيحصل احتكاك في عظام المفصل بينتج عنها التهابات والام شديده جدا. النظريه بتقول ان احنا لما بنحقن ماده الهيالورونيك ديت جوه المفصل بتقلل احتكاك العظام، وده طبعا بينتج عنه انه بيخفف الام والتهابات المفاصل. الحقن دي اللي هي الكيورافيسك لما بيتم حقنها في المفصل بتاخد من اسبوع لاسبوعين عشان مفعولها يبدا. ليه بتاخد وقت؟ عشان تبدا تقلل الالتهاب اللي هو موجود من الاول والتاكل اللي موجود من الاول. يتم حقن الابر دي بشكل موضعي في المفصل دايركت او شكل مباشر في المفصل عن طريق دكتور عظام، وبيتم تكرار العمليه دي من 3 ل5 مرات على حسب شده الحاله. هل هي حاله مايلد او حاله بسيطه او مودريت او سيفير يعني متوسطه، ولا حاله شديده. تاثير الابر دي بيستمر في الجسم حتى 6 اشهر، ف6 شهور هي فتره كويسه وفتره تعتبر طويله نسبيا بالنسبه للالم اللي الناس اللي عندها خشونه في المفصل بتحس بيه. بكده انا وصلت لنهايه حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. وكالعاده اللي عنده استفسار يسيبه في كومنت وانا هرد عليه، واللي عايز يستفسر عن الحقنه او يستفسر عن اي حاجه يتواصل معايا على رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه. واشوفكم في حلقه جديده من برنامج معلومه في كبسوله. كان معكم دكتور محمد بسيس، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.